البحر وغرق فرعون، وانت يا الدنيا الله هيغرقك زي ما طلعت من غزه، وراح نرجع لغزه ان شاء الله زي ما رجع ال موسى على بلادهم، وراح نرجع وان شاء الله هيقطعك البحر، ان شاء الله هتغرق في بحر غزه يا فرعون. انا بحب غزه، بديش اطلع منها، طلعتنا القذايف والمدفعيه طلعنا منها بالقوه، احنا بنحب السلام، هو طلعنا منها ليش؟ ايش عملنا له احنا؟ ولازم نرجع ان شاء الله زي ما غرق فرعون في البحر حيغرق نتنياهو في البحر. ان هذول الدول يكون كلامهم حقيقي مش للاعلام بس، بدنا اياه يكون كلام بريطانيا وكل الدول الاوروبيه اللي تعترف بفلسطين، يكون مش للاعلام ولا لسياسه الى ضد اسرائيل، يكون من نبعهم من اراده شعوبهم، مش بيضحكوا على شعوبهم بس، على شعوبهم بدنا يكون اراده قويه ويرضوا شعوبهم، يرضوا كل الناس اللي بتحب السلام. لما يعترفوا بدوله فلسطين بصير لنا حق انه هذا وطن انسلب منا سلب، اسرائيل بتعده احتلال، انه ما لناش وطن، بس لما يعملوا دوله انه بكونوا اخذوا حاجه مش لهم، انه العالم كلها اعترفت فيها هذه الارض وشعبها، وانه اخذ شيء بالقوه منه، دمرها كلها، ما ضلش مباني، ما ضلش دور، ما ضلش شجر، ما ضلش، كسروا كل حاجه، دمروا الشيخ رضوان، دمروا غزه، دمروا كل شيء. يقفوا معنا يا عم، احنا شعب غلبان وبنحب السلام، ظلمونا، انا معي 15 نفر.